السنة دي يا قوس شكلها مختلفة، فيها نقلة، مش مجرد أحداث فلكية. دي سنة بتكمل اللي بدأ من جواك من كام سنة، كأنك بتقف قدام نفسك وبتقول أنا عايز أعيش بطريقتي المرة دي. من أول يوم في السنة تحس إن في طاقة هادية بتقولك استنى شوية، بس في نفس الوقت في نار صغيرة جواك بتقولك يلا اتحرك. الطاقة دي نابعة من الشمس والمريخ اللي في برج الجدي من أول يناير، بيخلوك تركز على الفلوس، على شغلك، على الاستقرار. بس في عمقك في صوت جواك بيقولك أنا عايز معنى مش بس أمان. وزحل اللي لسه في برج الحوت بيخليك تنزل جوه نفسك، تحفر في مشاعرك، خصوصا في علاقتك بالعيلة أو الإحساس بالأمان، كأنك بتعيد ترتيب بيتك الداخلي طوبة طوبة. نبتون كمان هناك في الحوت بيزود الحلم والرغبة في الهدوء، بس ساعات بيخليك تسرح، تحس إنك تايه بين اللي بتحلم بيه واللي بيحصل فعلا. وده يمكن يخليك متردد شوية أول السنة، بس لما زحل ينتقل للحمل في نص فبراير، يوم 14 فبراير تقريبا، الدنيا هتبدأ تتفتح. زحل هنا بيقعدك على مكتب الإبداع، بيقولك اشتغل على موهبتك، على اللي بتحبه بس بجد مش هزار. وفي نفس الوقت نبتون كمان بيدخل الحمل آخر يناير، وده معناه إن في إلهام فني أو طاقة حب جديدة داخلة حياتك، في إحساس إنك عايز تخلق، تلون، تعيش الحياة بروحك، بس من غير ما تهرب من مسؤوليتك. في النص الأول من السنة المشتري بيكمل رحلته في برج الجوزاء لحد 25 يونيو، وده معناه إن العلاقات، الشراكات، والاتصال بالناس شغالين جامد. في فرص كتير تدخل حياتك، بس لازم تكون دقيق في اختيارك. المشتري هنا بيقولك افتح قلبك، بس كمان خليك واعي، خصوصا ان يوم 15 يونيو المشتري هيعمل تربيع صعب مع زحل، وده ممكن يخليك تحس انك محبوس شوية او انك بتدي اكتر ما بتاخد. لكن بعدها يوم 26 يونيو المشتري يدخل برج الأسد، ودي اللحظة اللي ترجع فيها الطاقة اللي بتحبها يا قوس، تحس إنك بتتنفس تاني، بتوسع أفقك، بتخطط للسفر أو بتتعلم حاجة جديدة. المشتري هنا بيقولك اطلع فوق الجبل وشوف الصورة من بعيد، وهيفضل في الأسد لحد ديسمبر، يفتح لك الأبواب للتوسع، للتعلم، وللحب اللي فيه شغف ومعنى. أورانوس بقى، الكوكب اللي قلب لك روتينك السنين اللي فاتت، هينتقل من برج الثور للجوزاء يوم 26 إبريل، وده انتقال مهم جدا لأنه بينقل التغيير من مجال الشغل والجسم لمجال العلاقات والتواصل. يعني بعد سنين من تقلبات في حياتك اليومية وصحتك، تبدأ التغييرات تبقى في طريقة اتصالك بالناس، في شريك حياتك، في شراكة ممكن تقلب حياتك كلها. بس أول سنة لسه فيها توتر شوية، لأن الكسوف الشمسي في برج الدلو يوم 17 فبراير هيعمل مربع مع أورانوس، فخلي بالك من العصبية والمجادلات. ممكن تحس إنك مضغوط بين شغلك والتزاماتك، خصوصاً لو بتحاول ترضي الكل. كمان عندك خسوف قمري في برج الحوت يوم 28 أغسطس، بيكمل سلسلة بتخص بيتك وجذورك وأمانك الداخلي. ده وقت تسيب وراك حاجة قديمة كانت مأثرة عليك، بيت، علاقة عائلية، أو حتى فكرة كنت متمسك بيها. هتحس بعدها إنك خفيف، مستعد تبني من جديد. وفي المقابل كسوف شمسي في برج الدلو يوم 17 فبراير، وده بيبدأ دورة جديدة لغاية 2028 في منطقة التواصل عندك. يعني السنة دي هتبدأ تتعلم إزاي تتكلم بصدق، إزاي تعبر عن نفسك من غير خوف، وده جزء مهم من التغيير اللي داخل حياتك. بلوتو بقى خلاص استقر في برج الدلو، وهيفضل هناك لحد 2043، وده بيخليك تبني قوتك من الكلمة، من الفكرة، من طريقتك في التواصل. بلوتو بيخليك أكثر عمقاً، أكثر تأثيراً، وده معناه إن صوتك هيبقى ليه وزن حقيقي. في النص التاني من السنة مع وجود المشتري في الأسد، هيعمل اتصال قوي جدا مع بلوتو يوم 16 يوليو. ده وقت عبقري للتوسع العقلي، للسفر أو لنشر فكرة مهمة تؤمن بيها. بس يوم 19 أغسطس المشتري هيعمل تربيع مع زحل، وده ممكن يخليك تحس إنك متأخر أو مجهد، بس الحقيقة إن الكواكب دي بتعلمك التوازن بين الحلم والواقع، بين الطموح والصبر. في آخر نوفمبر المريخ يدخل برجك،
وده هيديلك دفعة قوية جدا، تحس إنك راجع حيوي جاهز تبدأ فصل جديد. بس حاول ما تندفعش، لأن الحماس ممكن يخليك تاخد قرار سريع. وفي ديسمبر لما الشمس تدخل برجك الدنيا تنور، تحس إنك فهمت كل اللي حصل السنة دي، اللي كان شكله عشوائي في نص سنة يبان دلوقتي كأنه خطة إلهية كانت بتتبني بهدوء. السنة دي بتختمك بطاقة نضوج ووعي فيها عودة لروحك الحقيقية يا قوس. السنة دي مش بس تغيير في حياتك، دي إعادة تعريف لنفسك. كل تعبك هيترجم لتطور حقيقي، وكل مرة حسيت إنك لوحدك أو تايه هتكتشف إنك كنت بتتبني من جديد.